هواية تربية الحمام من الهوايات الجميلة المحبوبة لدى كثير من الناس، مش بس في مصر، في العالم كله. الحمام طير جميل، له صوت رائع، حياته ملفتة للنظر، حنون، بتظهر حنيته معاك لما تشوفه هو بيأكل أفراخه، ازاي بيحنوا عليهم، ازاي بيدفيهم، ازاي بيطعمهم. المشهد ده بيخلي حبك للحمام يزداد في قلبك، مشهد حبه لأفراخه وهو بيطعمهم، حاجة جميلة جدا جدا جدا، سبحان الله تبارك وتعالى. كتير من الشباب لما بيدخل في هذه الهواية ويبدأ بأي نوع من الأنواع الغالية الأجنبية بيفشل أو بيمل وبيبقى مش عارف إيه السبب. ولعل السبب من وجهة نظري المتواضعة هو عامل الخبرة، لأن أي نوع من أنواع الدواجن سواء كان تربية بط أو وز أو دواجن بلدي أو تسمين أو حتى أرانب، إن لم يكن لك سابق معرفة بطبيعته، ببلد نشأته، إيه اللي بيحبه وإيه اللي بيكرهه، إيه البيئة المناخية اللي يحب يعيش فيها، إزاي تتعامل معاه في حالته المرضية، لو مفيش عندك خبرة بهذه الأمور أكيد هيكون في خسائر مادية ونفسية ليك في نفس الوقت. ليه؟ لأن هتتعامل معاه بطريقة أكيد هتضر بهذا الطائر، مش هتنفعه. فمن وجهة نظري إن عامل الخبرة مهم جدا جدا في نجاح أي مشروع داجني. فأنا بقول عشان تنجح في تربية الحمام الأجنبي أو أي نوع من أنواعه لازم وحتما ولا بد تبدأ في تربيتك للحمام بالحمام البلدي أولا والفترة طويلة كمان، لأن ده هيفيدك بحاجات كتيرة. منها أول حاجة هتعرف كام عش بيعملوا الحمام البلدي في السنة، لأن لما تربي الأجنبي هتلاقي في اختلاف كتير بين النوع ده والأنواع الأخرى. كمان هتتعلم من تربيتك للحمام البلدي إزاي تطير حمام وإزاي تخليه يرجع لك تاني. يعني مثلا لو الحمام الصبح شبعان، ايه اللي هيخليه يطير؟ بمعنى انك لو حاطط الاكل امامه باستمرار، ايه الدافع اللي هيخليه يطير؟ يعني انت مثلا كبشر لو توفر معاك المال كل يوم، ليه هتطلع تروح الشغل؟ ده ببساطة شديدة جدا. فهتتعلم من تربيتك للحمام البلدي ازاي تعرف تطير حمام وازاي تخليه يرجع لك اخر النهار، وتكون مجهز له الاكل اللي بيفضله، الكلفه اللي بيحبها ومستنيها، تصفر له ينزل يلتقط الطعام، وبكده هتعرف تتعامل مع اي نوع تاني من الانواع الاجنبيه. كمان هتتعرض في تربيتك للحمام البلدي لامراض معينه بتصيب الحمام، زي مثلا انقطاع البيض مثلا، هتعرف علاجه، او ان الزغاليل بتموت بعد 10 ايام من خروجها من البيض. ده طبعا ليه علاقه بوجود سالمونيلا عند الامهات، فبتنتقل عن طريق البيض للافراخ، فهتعالج الامهات عشان تقضي على السالمونيلا في الزغاليل الجديده. هتتعلم في تربيتك للحمام البلدي ازاي تنظف وازاي تطهر بيوت الولاده والغيه بتاعتك من الحشرات الضاره زي الفاش مثلا. هتتعلم في تربيتك للحمام البلدي ايه هي الاسباب اللي ادت للاصابه احيانا بالروشه، وازاي قدرت تتفادى هذا المرض وتعالجه. باختصار وعشان ما اطولش عليك، قبل ما تشتغل في الحمام الاجنبي اتعلم تربيه الحمام في الحمام البلدي اولا للفتره طويله، لان الحمام البلدي ارخص بكتير في ثمنه من الزاجل وغيره من الانواع الاجنبيه، فالخساره هنا غير مكلفه وغير محبطه في نفس الوقت. ولان الحمام البلدي بيمتاز بمناعته العاليه اللي بتخليه يتحمل معاك البيئات المختلفه، وبالتالي بيتحمل معاك اخطائك البدائيه الكثيره والمتكرره لحد ما تتعلم. ودي اهم حاجه في الحمام. كمان في حاجه مهمه جدا، انك في الحمام البلدي هتتعلم التسويق. اهم حاجه ان تسويق الحمام البلدي سهل وميسور بالنسبه ليك كمبتدئ. اضعف الايمان لو رحت بالزغاليل ديت لمحل دواجن هيشتريها منك. اما بالنسبه للاجنبي له اسواق معينه، وكمان لازم تكون عامل لك علاقات كويسه باصحاب الغيات عشان تعرف تسوق الناتج اللي هيطلع عندك في الغيه بتاعتك، وده بيحتاج منك لوقت كبير جدا. وعلى ما تكون عملت ليك قاعدة معرفية بالهواة المحيطين بيك عشان تعرف تسوق انتاجك. قبل ما تشتغل في الحمام الأجنبي عشان تعرف تشتغل فيه صح، لازم تبدأ بالحمام البلدي
وبفترة طويلة. وعلى فكرة مفيش غية أبدا مهما حوت من الأنواع الأجنبية إلا ولازم يكون فيها حمام بلدي، عشان يقدر الهاوي أو الغاوي يصرف على الحمام ويجيب له أكل، لأن الحمام البلدي زي ما قلت لحضرتك شغال عشوش طول السنة، أما الأجنبي فعدد عشوشه قليل جدا، وبالتالي تسويقه أقل بكتير من تسويق البلدي. يا رب أكون في الفيديو دهوت قدرت أفيدك كمبتدئ بأي معلومة وانت في بداية طريقك لتربية الحمام.